بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية، كل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، وتنعاد عليكم الأيام بخير ورمضان كريم. ويا رب كده آه، نكونوا في أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده، طبعا ماسكة الطماطم بحال تحت يا حبايبي، بشجك أغسلها وبمسكها اشيل منها بوز الطماطم اللي هو عند البتاع دي. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. بشكر كل حبايبي وكل متابعين اللي هم اللي معايا من زمان واللي دخلوا لي جداد. بالله عليكم حبايبي، بالله عليكم شاهدوا الفيديوهات، واللي شاهد الفيديوهات آه، يعمل يحط لايكات كتير يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين تحت الحنفية كده ومشغلة مية، والعيال فرحانة هتيلهم الطماطم تفاح. عاوزين طماطم يا تيتا، عاوزين طماطم يا تيتا، بقول لهم خدوا عينين تيتا. محمد ومكة، اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرح، اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. مش عارفة مروة ماسكة الكاميرا دايرة رقصت الكاميرا ليه. الطماطم دي بصراحة ربنا كانت مسكرة وجميلة، مسكرة جو. فزي ما انتوا شايفين كده حبيبي، هغسلها وهشجكها معاكم كده. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لايكات كتير يا حبايبي، الكومنتات الحلوة بالله عليكم. عاوزين نفعل القناة، كل حبايبي وكل متابعيني بشكركم يا حبايبي. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاوزاكم يا حبايبي اقفوا معايا، اقفوا يا ام محمد، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وبيحب الكرم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نشوف يا حبايبي هنعمل الصلصة ازاي ويا بعض. يعني ايه، كل واحد وله طريقة في عمل الصلصة بتاعته، ما اعرفش بقى. انا ما كنتش عملتها مش جايباها من هواية حد. طبعا ام رحاب هي اللي جات لي على طريقتها. انا ما كنتش بعملها الاول، انا عملتها نوبة واحدة قبل كده. فطبعا الطماطم رخيصة. ويلا ويا بعض دلوقتي، ما خزناش وعملنا دلوقتي، هنعمل امتى؟ اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. وطي الراديو نضيع مروة شوية. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حبايبي ومتابعين ده، انا اخر واحدة عاملة صلصة هدية ده الكل عام. وطي الراديو شوية يا مروة. كل حبايبنا عملوا، مفيش الا انا اللي متأخرة يعني. فقلت بقى اما اعملها معاكم وانزل لكم الفيديو كده قبل الشهر رمضان، شهر رمضان بدأ خلاص، لان انا عاملاها بقى كام يوم وما نزلتهاش. فقلت يا حبايبي اما اعملها. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه يا ام محمد، هتفرجيها ولا ايه؟ ياكلوا بألف هنا والشفا. ما بحبش يا حبايبي الاطفال تبقى في ريحي وما رضاهاش، بحب اراضي الاطفال. دي مكة بعيال بنتي دول، عيال غادة ومحمد، فهم فرحانين. فما بحب الحاجة معايا ان انا اراضي الطفل. الطفل ده عاوز يتراضى، واهم حاجة رضيت الطفل ربنا هيراضيك. اهم حاجة يا حبايبي. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله. مش عارفة مروة عيدة الفيديو ياما كده ليه؟ ايه يا مروة، انت ما كنتش مركزة ولا ايه يا مروة؟ وهنشوف يا حبايبي هنطيب الصلصة الزنوة يا بعض النهاردة. والله ده خد الطياب يام. انا لو كنت طيبت يا حبايبي على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على الطباخة، بصراحة ربنا كانت خدت أنبوبة غاز. بصراحة ربنا كانت خدت أنبوبة غاز. لكن كده يا حبايبي بصراحة ربنا، أنا نزلت على الكانون وعملت رصيت طوبتين ويا بعض كده، وعديت الطماطم دي يا حبايبي، جت من أولها لآخرها ما فيهاش حاجة وحشة ولا حاجة بيضة ولا حاجة خضرة، وما شاء الله حمرة وجميلة وحلو. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده خلصنا يا حبايبي، وخدتها وايه طبعا هاخدها واروح بتك عليها كده عشان مفيش حاجة تجع. انتوا شايفين الحلة ما شاء الله مليانة قد ايه، ولسه
رك ما غلت وولحت عليها، بقيت كل شوية ايه اغسل اللي فاضل واحطه. شو مكة فرحان. عفوا يا حبايبي. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا ايه، ردنا بقى ايه، عدنا الزمن الجميل كده، ورصيت شوية قلبين طوب. الدش بيقولك ايه، اتصرف. فعشان نتصرف، إيه، الأنبوبة كانت خلصانة. وعشان والله بصراحة ربنا ان انا اعملها على أنبوبة كانت خدت وقت ياما بصراحة ربنا. وعندنا خشب الجوافة، قضب الجوافة ياما صجر. وجيت اولح كده يا حبايبي، ولحت ما شاء الله ما خدتش حاجة. هي صحيح بيهبب المواعين بس حلو، بس الكانون حلو ما شاء الله يعني. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخدت بصراحة ربنا احتبر يوم طياب كده. يوم يا ام محمد على الكانون يا حبايبي. يوم خدت عصرية طياب الاول كده، وبيتها دي بصدق وكل امانة يا حبايبي، انا ما بحبش اخبي على حبايبي حاجة. وبيتها لما بردت، ما ينفعش نعملها سخنة عشان ما تبوظش الخلاط، عاوزين نخلطها. بيتها وصبحت تاني يوم مسكتها الصبح وفضيت عليها كيس ملح من اللي هو الكيس اللي الصغير ده. وصبحت الصبح يا حبايبي ايه بعد ما بردت، مسكتها طبعا ايه ضربتها في الخلاط. يلا يا جو نارك تغلب جارك. يلا يا حبايبي كده شوفوا إيه ايام الزمن الجميل. حط يا ام محمد حطي وولعي يلا. يا رب تكفينا شر النار وعذاب النار في الدنيا وفي الآخرة. شايفين سردت مية قد ايه، كانت بتفور على حرف الحلة برا لو انتوا شايفين معلمة على الحلة. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي الحلة بتبقبق بحالها ايه. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. وطبعا يا حبايبي جبت خشب كده، وزي ما شفتوا ما انا لقيت ايه القضب بيصفى بسرعة. طب وانا هقعد كل شوية اعمل؟ لا يا حبايبي، المثل بيقول لك ايه، جو نارك تغلب جارك. فاحنا عاوزين ايه، ام محمد الشطورة اللهلوبة عاوزينها تخلص في ثواني. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. فلازم حبايبنا ايه يبقوا شاطرين زي ام محمد كده، ما بيشكرش نفسه الا ابليس يا ولاه. طبعا بشوفها لزجت كده ولا ايه، بقلب كده بمعلقه الخشب، والله غلوان البتاعه غلوان الطماطم بيطلع على ايدي حبايب ما شاء الله. الطماطم دي حمرا جامد ما شاء الله، يعني ما شاء الله بصراحة ربنا. انا ما كنتش بجيب طماطم الاقي قلبها من جوه احمر زي بره كده ما شاء الله. الكاميرا مش موضحة شكل الايه الطماطم. وزي ما شفت يا حبايبي دي طماطم بيتو، من الطماطم البيتو النظيفة. شايفين البط بتاع ام محمد راجد حواليا. ما انا نزلت يا حبايبي عند الطيور تحت ولحت وعملت، ما هعمل ايه يعني. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفت الطماطم نشفت ازاي يا حبايبي، المية اللي فيها نشفت. شفتوا الطماطم كانت رافعة الغطا لحد فين ونشفت اهي يا حبايبي. وكده بعد ما المية بتاعتها نشفت خالص واتسبكت اهي، هسيبها بقى هنزلها. فضلت من الظهر يا حبايبي لبعد المغرب على الكانون بولع عليها زي ما انتوا شفتوا كده. شايفين نشفت لحد فين، راحت نص الحل. وهنا يا حبايبي بخلطها بقى اهو. ايه قلت لها مروه تقول لها عاوزه اصور، قلت لها يلا يا مروه، تقول لي يا ماما انا هخلطها، قلت لها اخلطي يا مروه. وانا جبت المصفى وزي ما انتوا شفتوا كده يا حبايبي. طبعا ايديا نضيفه، مش ايديا مش عفشه ولا حاجه. ومروه عامله معايا تحدي على 10 جنيه، بتقول لو الحله خدت الطماطم بحالها هاخد ال10 جنيه. طب ما تاخديها يا مروه وتريحيني وتسكتي. فالحله فعلا خدت الطماطم، كانت حله صغيره يعني.
حلة اصغر من اللي كانت انا مطيبة فيها الطماطم يعني شوية. وقاعدة مروة تخلط بقى وتقول صوريني يا ماما صوريني، خدها للدارس. صوري يا ماما صوري، قلت لها صوري. احنا هنا طبعا في البيت تحت، في البيت بقى ايه البيت ده احنا كنا قاعدين فيه الاول، وهي بتخلط لي وتجيب لي كده يا حبايبي زي ما انتوا شفتوا كده. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بتقول عبي كده يا ماما، قلت لها عبي يا اختي جوز الخلط. بس يا ماما. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك، حطوا اللايك. شايفين طبعا بعد ما صفينا الطماطم اهو، وغسلت الحلة وفضيت فيها بقى كده يا حبايبي اهو. هحطها فين تاني؟ على الكانون تاني. خدت كمان عصرية زي العصرية، يعني يعتبر يوم ولا احتعلها تاني من الظهر لما للمغرب. احنا اول يوم يلا هنعمل عصير بص ما شاء الله حمرا جامد الصلصالين ما شاء الله ما شاء الله والله. اللهم بارك يا رب بارك. هاتي واعملي. احنا دلوقتي طبعا الطماطم رخيصة وبيجي لها يوم وتغلى. طب واحنا ليه ما نكسب الوقت اللي الطماطم رخيصة فيه عشان ما نشتريهاش بعد كده ب40 وب50؟ لا يا حبايبي، نبقى ما نشتري 2 كيلو على على برطمان صلصة من اللي عندنا هيقضينا في الأسبوع. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. الفيديو طويل جامد عليكم يا حبايبي. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي اهو الطماطم السبكت، شوفوا عملت ازاي. شايفين يعني ما غليتها تاني. وهنا طبعا البراطيم دي عندي انا لما بجيب مربى بجيب عسل بجيب حاجة ما برميش البراطيم. ومكة قاعدة في ريحي انا اعمل معاك يا تيتا، قلت لها لا ما تعمليش حاجة. دي مكة بنت غدا بنت اللي انتوا كنتوا شايفينها في اول الفيديو، ما دي تاني يوم بقى تقول لكم حطوا اللايكات لتيتا، حطوا اللايكات لتيتا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي اهو خلصنا بقى. ون ايه هنعبي البراطيم بتاعتنا اهو زي ما شفتوا كده. البرطمان حلقه ضيق، وجبت المعلقة دي برضو قلت عشان هتعبي بيها برضو ما فيش فايدة. اصبري يا مرو. وزي ما شفتوا كده يا حبايبي اهي بنعبيها كده البراطيم متعقمة ومغسولة ومنشفاها وحلو. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما شفتوا كده حبايبي عبيت براطيم من دي جد يا ام محمد. عبيت 12 برطمان، 12 برطمان من بتوع المربى وبتوع العسل وبتوع البتاع. وعبيت العلبتين الكبار دول. طب انت العلب دي هتاخدي منها ازاي يا ام محمد؟ مش كنت تعملي اكياس على قد طبخة؟ بصي يا حبايبي بتبقى طالعة من الفريزر في ثواني دقيقتين في ريحك بتكون فكت. بقوم قاطعة معلقة واخداها مفضية معلقة واخداها او معلقتين اهو يا حبايبي. اي حاجة في بيتك عبي فيها. ما انا ما كانش عندي اكياس تلاج، طب انا هقف؟ لا. وبراطيم عندي نضيفة وحاجتي نضيفة وعبيت فيهم وهحطهم في الفريزر زي ما هم كده. واللي يوصل لحد هنا يحط لايك. ويا رب الفيديو بتاع النهارده ينول اعجابكم ويكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.